والناس بتحكي باسمي ما تصدقوا. العشيقة اللي التقيت فيها بحفلة معينة أخذتها أوتيل وربطتها بتشوف السكين اللي بضارع. أنا بتوجه هسه بخلال الكاميرا لو أنتوا زلامة اللي حرقتم. كل على ذنبه يحاسب. إلى كل شيء في خط أحمر. كرسي الاعتراف يتخطى كل الحدود الحمراء. من أصعب الأمور في الحياة نكران الجميل. الحياة بتحطنا في مكانة بتخلينا نحتل كراسي اللي بحكم هذا الكرسي أو هاي المكانة إحنا بندعم ناس، بندفعهن قدما، بنكون سبب في أسباب نجاحهن. وبإيش نقابل؟ بالنكران العرفان والجميل. أمامي على الكرسي إنسان لا يمكن تجاهله في المشهد الثقافي والمسرحي والفني في البلاد. الفنان أسامة مصري على كرسي الاعتراف. مساء الخير. أهلين. كيف حالك أسامة؟ بعترف إنه أنا اسمه أسامة. حلو كثير. هذا أول اعتراف صريح من الفنان أسامة مصري. الحلقة رح تكون صعبة لأن أنا قدام أسامة مصري بقدرش ما أضحكش. يعني حاولي. بهذا البرنامج أنا لازم أكون لئيمة أسامة. رح نبتدي البرنامج. إحنا دايما نبتدي البرنامج يعني خوفا على مصالحنا إنك تطلع على الكاميرا وتقول أنا أسامة مصري بوافق على بس كل شيء رح يجي بحلقة كرسي الاعتراف. موافق. أنا أسامة مصري بوافق على كل شيء رح يجي بحلقة الاعتراف. الله يستر. الله يستر. القلوب أسرار، الشفاه أقفالها، الألسن مفاتيحها. كرسي الاعتراف مع أسامة مصري. عندك فيسبوك أسامة بتقعد عليه ولا مشاغلك بتمنعك؟ عندي فيسبوك بس صار لي حوالي 7 أشهر مش عليه. اوكي، يعني بتعرف ايش معنى بروفيل وكل هاي الامور؟ مش بالضبط، أما يعني عندي لحد هسه بس 5020 واحد أصدقاء. قد ايه؟ 5000 بس انا ما عنديش قد. اوكي طبعا. أنت شو محلاك وأنت تصير عندك مع مين شو جاب ليلى بحد أسامة مصري. على غرار الفيسبوك احنا بنبتدي حلقتنا دايما بتعريف المشاهدين اللي بيعرفوكاش أسامة، من حقهم ما يعرفوكاش، ببروفايل الفنان أسامة مصري. الاسم أسامة. لك اسمي الكامل أسامة مصري. أسامة حسن قاسم مصري. العمر 52. الحالة الاجتماعية متجوز وعندي ولدين. المهنة ممثل وكاتب مسرحي وصحفي. المبدأ شو يعني المبدأ؟ بحب الحب. أكثر شيء بحبه الحب. ما سألتنيش وين ساكن. بلا لازم تسألني. كان هذا بروفايل الفنان أسامة مصري. أسامة معي. لا لازم يسألني وين ساكن. بالحلقة الجاية بالقسم الثاني من كرسي الاعتراف. لا مهمة هاي. طب وين ساكن؟ أنا بسألك. في الكرة الأرضية. اوكي. صح حيفا. طيب رح نكمل وبرضه من عالم الفيسبوك مع ستاتوس ناري. أنا رح أقول ستاتوس عنك وبعدين أنت تقول عليه كومنت. ستاتوس هذا اللي بحطوه. ستاتوس ناري أنا بس رح أقوله. ستاتوس ناري عن أسامة مصري: طيب وحنون، لا يؤذي حشرة. بيقولوا إنه بيتملق أصحابه، بيتملق الناس للوصول لأهدافه، وبذات الوقت بيعطي لكل ذي حق حقه. كومنت. بدي ألغي تملق بس لأنه أنا بحب كثير، وقلت لكم أنا مبدأي في الحياة الحب. بحب كثير الناس وبحاول ما أشكش فيهم. مزبوط. يعني بتأمنش لكل واحد بس أنا بحاول أأمن. مزبوط. انك انت بتضرش حدا؟ مش مشكلة. لا بضر. بتضر؟ طبعا. شو بدك مش اعتراف؟ مين ضريت؟ مين أذى؟ لما أنا برج الميزان. الميزان معروف إنه منيح يعني، بس أنا آخر يوم بالميزان يعني بعد لي يوم بصير عقرب. وأنت عقرب يعني بتلسع. لما بدي أكون عقرب بكون عقرب. وأمرات يعني لما بدي بأذي. بشكل عام أنا ما بأذي بس أنا إذا بدي بقدر. أنت على كرسي الاعتراف وتقولنا عن لدغة لدغتها العقرب أسامة اللي فيك، عن لدغة لدغها لأحد الناس باعتراف مع أسامي، اعتراف صريح. بتذكر لأنه هذه شيء مين لدغتي الله. قال يعني إسا بتزقل هو عقرب بس. لا حقيقي بتذكر بس يعني فيش عندي أي مشكلة أقول إنه لدغت حدا. أتذكر بس مين لدغت.
مو بس اذا بتذكر بقوله. لا حقيقي. هذا اخر الحلقه بدك تقول لي. اكيد ماشي. بتذكرك. طيب بس بيقولوا انك انت من القلائل في مجالك اللي بيكتب بالمنيح عن الفنانين، بيعطي كريدت. يعني بالوقت اللي عارف ايش احنا بنعاني كاعلاميين وبنعاني ايضا كفنانين انه فيش حدا بيكتب عنا بالمنيح، لانه معروف انه الاعلام سواء في لبنان او مصر هو اللي صنع النجوم من خلال كتاباتهم. هذا صحيح؟ انت الوحيد القادر على انك تكتب بالمنيح عن الفنانين والاعلاميين؟ هو انا قبل ما نفوت على البرنامج قلت لك شغله وهي مهمه وهي المبدأ في الحياه. اذا انت فتي شفتي اي واحد حتى لو سيء يعني اذا بتكتبي عن سيئته بحب مش بحقد، يعني مش اسا انا بدي اكسحه بس بدي انزله بدي كذا. النقد البناء. النقد البناء يعني بحب مزبوط، بتقبلوش حتى بحب على فكره بتقبلوش. وصار لي اعداء كثير وقتها، كثير صار لي اعداء. مثل مين؟ مثل محمد بكري مثلا. شو كتبت عنه؟ ايش اللي ضايقك؟ كتبت عنه كثير وقتها لما اشتغل في فيلم نهاية الكاس، لما عمل مسرحية في المسرح الآخر لطيب صالح موسم من هجرة إلى الشمال، كتبت عنه. لحد اليوم بعدكم زعلانين من بعض؟ هو ماخذ منه موقف لحد اليوم. هو ماخذ وابنه كمان ماخذ منه موقف بالوراثة، لأنه مرة قال بقول لي اللي مش صاحب أبوي أنا مش صاحب. يعني محمد بكري. مين كمان؟ بدنا سكوبات. أسماء بحبونيش، يعني تضايقوا مني بسبب كتاباتك. نعم تضايقوا مني، بس مش انه يحبونيش، في فرق. تضايقوا مني كثير. فؤاد عوض مع انك فؤاد عوض في بداياته كمخرج قلت عنه انه شزيف المسرح. لا السيزيف لا، قلت مش عن فؤاد، قلت عن عادل ابو ريا. السيزيف اللي بيحمل الصخره، هذا الاسطوره اليابانيه المعروفه. انا كتبت عنه كثير منيح لفؤاد. بس لما بيغلط فيش عندي ابو، فيش عندي ام، فيش عندك ام مرحمين. وكنت هسه بطلت اكتب هذا النوع. وبرضه كمان مع فؤاد عوض بعدكم بتحكوش لليوم؟ لا كلهم بحكي معهم، محمد بكري بحكي معه، كل حتى اللي كتبت عنه بحكي معه. بس في عداوه، نوع من العداوه؟ لا هو يعني لو ما سمبيتوتي، يعني ايش بيقولوا؟ بيستلطفك. بيستلطفني خلص ماخذ موقف. اوكي انا بدي ابارك لك اول شيء على اللوك الجديد، لوك كاسترو. هو بسبب الفيلم الجديد اللي عم تعمله، اللي هو فيلم هو عن المسيح المخلص، عن حياة المسيح من يوم ما خلق لحد ما صلبوه. وانا بمثل دور سمعان القيرواني. وهذا تصوير عندنا في البلاد ولا؟ لا كله في بلغاريا والاردن. سألوك قبل التصوير كمان مرة عن حياة المسيح انه زهقنا، ليه مش اشي جديد؟ اول مرة فيلم بالعربي الفصيح عن حياة المسيح، كل وقت كان عن حياة المسيح مدبلج، ما فيش بالعربي، عملوه اجانب. ومش بس هيك، ابطال الفيلم من بلد المسيح، يعني من فلسطين، يعني من كل فلسطين. فهاي كتير فيه ميزه. احنا بنتمنى لك التوفيق في بلغاريا في تصوير الفيلم. يرتبط اسم أسامة مصري اعزائي المشاهدين بمسرحية في الآونة الأخيرة، واحنا رح نتطرق لهذا الموضوع كتير حاليا. الأسئلة رح تبدأ بوتيرة اللي هي سهلة أو مش رح تكون لاذعة، ولكن وتيرتها رح تزداد سخونة مع الوقت. يقال أنك أنت من اخترع الكلمة مسرحيد. أكيد مش يقال، يعني من كلمتين، مسرح ووحيد. وانت اللي قعدت مع حالك واخترعته. من الاساس في المهرجان كله اخترعته، وبعدين اخترعت له اسم. طيب احنا بعد الفاصل الاعلاني رح نعرف اذا بالفعل اسامه مصري هو من اخترع مهرجان مسرحي، ليس الكلمه ولكن كل المهرجان. وايضا رح يعترف لنا انه غير ملائم لاشغال منصب مدير فني مهرجان مسرحيد. اسامه مصري على كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف، أسرار يأبى الماضي أن ينساها.
منتابع كرسي الاعتراف مع الفنان أسامة مصري، والحقيقة مش رح تصدمنا صراحته في الأسئلة، أسئلة كرسي الاعتراف. وقبل الفاصل تحديناه إذا رح يجاوبنا إذا بيعترف. هل تعترف أسامة مصري أنك غير ملائم لإشغال منصب مدير فني مهرجان مسرحيد؟ اعترف غير ملائم. ليش حسب رأيك غير ملائم؟ لانه انا بحسد كل اللي بيشتركوا بمهرجان مسرحية وانا بدي اشارك، وكل ما انا مدير مش رح اقدر اشارك. لا هذا موضوع ثاني. لا هو بالفعل موضوع ثاني، انك بتقدرش انك تشارك، ولكن انت غير ملائم. فنيا هل غير ملائم؟ هل فشلت بالمهمه؟ لا لحد اسمه ما فشل، المهرجان ناجح والقاعات مليانه، مش لانه انا مدير فني، لانه المهرجان مبني كيف مبني. احنا المهرجان كل واحد مدير إشي، انا بس المدير الفني ولقب بالطباخ زي ما انت شفتي. طباخ يعني بطبخ، يعني مثلا انت بتجي ممثله عندك مسرحيه، فيش عندك مخرج، فيش عندك كذا. أوكي. فانا بقى بظبط. انا بدي اجوبتك تكون على الكاميرا حتى الناس تحس بصدقك وتجاوبنا. هل تعترف الفنان أسامة مصري انك بتدير مهرجان مسرحيد بسبب علاقاتك الشخصيه برجل الاعمال موني يوسف ومش بسبب مهنيتك؟ مين هو موني يوسف؟ موني يوسف هو مدير مركز مسرح عكا. أوكي. هو مدير يعني فوقي، وهو اللي ناداني اكون مدير. كان عندي مدير قبلي فني، لانه كان معه مشاكل مع المدير هذا، ترجاني قلت له بقدرش انا. رجاك؟ ترجاني لانه انا قلت له بقدرش، انا بدي اشارك بالمسرح وبديش اكون مدير، لانه من ما ترجاك لحديت هاي اللحظه كم من سنه انت مدير المهرجان؟ 8 سنين. في سنه 8 سنين بترجى. في سنه ما كنتش مدير لانه شاركت في مسرحيه انا واخوي ميسر. طيب لماذا يقال انه هو اختارك بس عشان الصحبه اللي بيناتكم؟ ما بعرفوش. ما كنتش تعرفه قبل؟ بعرفه يعني بس ما فيش اصحاب، وهو انسان مش هالقد يعني بحب العرب. وهو هالقد طيب. هو يمكن بحب اسمي، بيعرف. يمكن بفسر الاعتراف التالي اللي نتأمل نسمعه منك. هل يعترف أسامة مصري إنه بيدير مهرجان مسرحيد، أو اختيار موني يوسف لأسامة مصري بإنه يدير فنياً مهرجان مسرحيد هو بسبب الأجر المتدني الذي يتقاضاه أسامة مصري؟ صح. اعترف. قد إيه بتتقاضى؟ باخذ من اول ما ببلش المهرجان لاخره، مع كمان انا عم بعمل علاقات عامه بالصحافه، باخذ 15,000 شيكل. إذا أنت تعترف إنه مش على أساس مهني؟ يمكن بس عشانك بس تاخذ سعر رخيص. وانا مش بدورش على المصاري بحياتي. ليش أنت بترضى إنك تكون رخيص؟ انا بحياتي يعني مثلا كان انا اليوم مثلا انت جبتيني لهون، حسب التعريف تاعي لازم اطلب منك مصاري عشان انا جيت لعندك. هيك عندنا مبني، انا بقيمي، انا عضو في نقابه الفنانين، طلبت منك مصاري؟ لا. هيك انا ممكن اروح على اي محل وما اطلبش مصاري. اذا التفسير بانه فؤاد عوض كان مدير للمهرجان وكثير من المخرجين الكبار، وحاليا 8 سنين أسامة مصري، هو انك انت بتاخذ سعر واطي لاداره المهرجان. اوكي، بشكرك على صراحتك. هل تعترف انه اختياراتك أسامة مصري للمسرحيات المشاركه في مهرجان مسرحيد بتتم بناء على شعبيه الممثل، او قد ايه رح يجيب ناس للمهرجان، مش على مقياس مهني او مستوى العمل المسرحي؟ غير صحيح، لانه اللي بيشتركوا عندنا امراض ناس بيعرفوه ليش بالمره، وفي قائمه طويله، ولما بيجوا بيقولوا ليش اخترت هذا، يعني كيف اخذتوه؟ مش مزبوط. لا ولا حتى ولا حدا وجه لي هذا النقد. ليش دائما في على المحك قضيه مستواك المهني او الحرفي في التمثيل؟ كيف يعني؟ مش فاهم. على سبيل المثال الفنان سليم ضو، وقبل ما تجاوبني نسألك هذا السؤال، هل تعترف أنك على خلاف مع الفنان سليم ضو؟ طبعا. بسبب؟ كنت أنا أعمل علاقات عامة لمسرح الميدان، وكان هو المدير، وكان يعني يتحكم فيه بالتسعير، ومع أنه أنا رخيص كتير كنت أخذ زي ما أنت بتعرفي وياك قلتي، باخذ كتير رخيص. يعني كنت أخذ كأنه 1000 شيكل بالشهر، 1000 شيكل لمدير علاقات عامة. كل صفحات الإعلانات اللي كنت أحط له إياها بالجرايد حق أبصر قديش، فاستكترن علي وبطلني من غاد، فأنا صرت مع خلاف لحد اليوم؟ بس بنحكي مع بعض، بنسلم. هاي بفترة طبعا ما سليم ضو كان مدير مسرح الميدان. لا بس من متى؟ واليوم تحكوا مع هو بعض؟ طلعني من الشغل. طلع.
طردك طبعاً. يعني؟ انه خلاص بديش اياك. اليوم تحكوا مع بعض؟ طبعا بحكي مع الكل، مع كل الاسماء اللي شو رايك قلتيها. بمسرحيه أستاذ سليم؟ ما حضرتهاش. ليه؟ زميل. عزمني وعزم مرتي وهيك، مش عم بروح كثير اخر فتره، صار لي حوالي سنه مش عم بروح طيب كثير. هل تعترف أسامة مصري أنه خلافك مع سليم ضو مش للأسباب اللي قلتها سابقا، إنما بسبب عدم إيمانه بحرفيتك، أو يقال يشاع أنه الفنان سليم ضو لا يؤمن بأسامة مصري الفنان؟ اول شيء تعرفي يعني انا ما كنتش اشتغل عنده فنان، انا كنت اشتغل عنده صحفي. ما هو يقال يعني. هاي هي المشكلة، إنه بفترة بعهد إدارة سليم ضو لمسرح الميدان استثناك تماما من أي عمل مسرحي، وهذا يمكن سبب مشكلة عندك، إنه شو بدوش ياخذني أمثل؟ لانه انا ممثل ثابت في مسرح الكرمة وممنوع امثل باي مسرح ثاني، فبتزبطش هاي. وش معنى بمسرحيتي بتقدر؟ انا مسرحيتي هاي مره واحده بروح وبرجع، ممنوع امثل بمسرح منافس لبيت الكرمة. انا في ممثل ثابت في بيت الكرمة، باخذ معاش حتى لو بشتغلش. ممنوع اشتغل بالاتفاقيه، ممنوع اشتغل باي مسرح كممثل باي مسرح ثاني. فيعني لكن لا يقال انك حاجة. انت كنت تعتب عليه وكنت تشتكي من هذا الموضوع لاصحابك؟ اعوذ بالله، ولا مره؟ كان مديري مره. بعد البرنامج بقول لك مين اصحابك اللي قالوا هيك. شلون؟ نرجعك لورا اكثر اسامه. وراي بدايه عملك بالصحافه كنت رسام كاريكاتير. صحيح، هيك بتعرف كثير. البحث هذا اللي عاملين. ليش بطلت؟ هي المهنه نفسها كرسام كاريكاتير فيش إلها يعني رواج كثير، وما في إلها يعني بتقدرش تعيش منها. بس مع اني اهتميت ودرست وصرت اعرف كل الرسامين وصرت اعرف هيك، لكن شاركت في مهرجانات دوليه بالرسم، مسابقات يعني. بس وضعي كان هناك في الجريده في الاتحاد وقتها اول سنه كاريكاتير مع خط ومع لوجوهات ونعمل شغلات لاولادي. بعدين تعلمت الجرافيك. الجرافيك. طيب هل يعترف أسامة مصري على الكاميرا أن أبو الشمقمق يسيطر على أسامة مصري؟ طبعا نحكي لكم بس ايش أبو الشمقمق. أيامات الاتحاد كان في ملحق اسمه المهماز، وكان يكتب فيه الراحل إيميل حبيبي أبو الشمقمق، والرسم الكاريكاتير اللي كان يرسمه هو أسامة، ويقال إنه يوم بعد يوم أسامة صار يشبهه بالشكل. أبو الشمقمق هو شخصية من الأدب العربي طريفي جدا، يعني بيشبه هيك أبو النواس على شيء هيك، وكان متشائم وأنا حبيت الشخصية، قريت عنه كثير قبل ما رسمته، فليش لا؟ أسامة مصري، هل تعترف أنك ادعيت مسألة دراستك للتمثيل في القاهرة كانت تغطية لعدم حصولك على شهادة جامعية في البلاد أو حتى شهادة إنهاء ثانوية؟ أولاً أنا ما درستش مسرح في القاهرة. لا بالقاهرة إيش درست؟ بالقاهرة درست سيناريو أفلام. هل بالفعل سنة كاملة؟ طبعاً سنة كاملة. ليش يقال إنك اخترعت هذا الموضوع؟ يقال، يقدروا يقولوا طلاب طبعاً سنة وشوي يقال، وبيقدروا يشوفوا الاساسي وبيقدروا يشوفوا بطاقه هاي كنت اروح، والطلاب معي بالقاهره كثير جميل كثير حلو. هل تعترف انك ادعيت انك مؤسس الحشوره في مجله التلفزيون وكنت مبسوط على الموضوع؟ ما ادعيتش. حشوره مين اللي اخترع الحشوره؟ الحشوره اللي اخترعها وقتها اول واحد علاء حليحل، لكن هي مش اختراع لانه رح نسال علاء حليحل. علاء حليحل طبعا هو ورائد فرح. واول حشوره هذا سكوب، بتعرف اني ما كنتش اعرف. اول حشوره انكتبت هناك كان في تنتين اشي عني، وبعترف انه هذا كله كذب، انا طبخت لهم اياه عشان يكون يفرجوا انه هاي هيك. كم من مره طبخت قصص واخبار كذب عن فنانين بس عشان تعملوا ريتنج للحشوره؟ لا عن الفنانين انا ما بكذب، عن حالك كذبت؟ وقتها هو يعمل حشوره فقال لي في هيك زاويه، قلت له حلو. ما انا كنت عاملها قبل بمره، قالت لي العصفوره بمجله الي قبلنا كان اسمها ستار. لما اجوا عملوا عادوا نفس اللي انا عملته، بس هن استعملوا قالوا لي بدنا شيء حلو هيك جامد. قلت له اكتب عندك. مسكنا اسامه مصري في اوتيل بالقدس الساعه 12 بالليل، طالع هو وحدي،
ولما لما سالته الحشوره قال هذا لقاء صحفي. شو يا اسامه مصري الساعه 12 بالليل لقاء صحفي؟ اسامه، انت فخور بالحشوره بالفضايح اللي كانت تعملها للفنانين؟ في الزمن اللي انا اشتغلت فيه كنت فخور. قبل كثير كنت حتى مع انها سببت لناس كثير مشاكل؟ لا ولا مره سببت مشكله انا، بس قبل كنت اتصل واقول لهم عم تعملوا شيء له مش منيح لمحلات. بعد ما انت طلعت؟ لا قبل ما اجي. يعني انت بتعترف انه الحشوره اساءت لناس معينين؟ ممكن طبعاً. تذكر اسامي لمين اساءت؟ مثلا مره حطوا شيء عن نسرين فعور زميلتي، زميلتنا يعني زميلتنا الممثله. اساء لسمعتها ولا؟ يعني هي عملت مش خايفه الشيء. بس لما قالوه انه يعني فرجت صدرها بالفيلم وكذا. طب ما هي راح الناس تحضر الفيلم وتشوف صدرها، انت شو حشرت فيها؟ مش مهم، بس لما الصيغه كيف انكتبت بتحمل الروس الحامي، يعني مثلا نقول اخوها ولا ابصر مين ولا كذا. ندمان انت على الحشوره؟ الفتره اللي اشتغلتها انا سنه ونص بس، مش ندمان. ما كنتش تعتبر انها اخبار الصفراء يعني؟ بالعكس تماما، ما هي انتم بتعملوا هيك بيشبه يعني بتقولوا ما هي كمان أصفر. الاصفر هو اللي بيبيع، نعترف ما فيش مشكله بالموضوع، بيجيب ريتنج، هذا بيجيب فلوس. صح، ما انتم بتعملوا نفس الشيء بتقولوا لكن عاملين خنت ما بنقولش مش ظابطه معي، اما يمكن اكيد من غيري قلت له خنت مرتك ولا ابصر شو اكيد اشياء افظع. طب هي نفس الشيء. طيب هل تعترف انك على خلاف بالفنانه امل مرقص علاقتك كانت حميمه فيها في بداياتها، كانت تستشيرك وتكتب عنها ولكن ما لقيتش منها عرفان بالجميل؟ اعترف انه زميلتي امل مرقص يعني انا بحبها كثير يعني، و في فتره زعلت مني عشان قلت لها شيء مش يعني شيء بسيط. قلت لها اوعيك مش حلوين اليوم كانوا بالحفله، فزعلت بتقول لي انا بتحكي مع امل مرقص. زعلت منك عشان قلت لها اوعيك مش حلوه؟ طبعا عن جد هذا هو سبب انا بدي اياك تطلع على الكاميرا وتقول سبب خلافي مع امل. اول زعلتها يعني هي كان في حفله عملها فتوش لامل مرقص في الميدان، بعد ما نزلت من المسرح واجت على الفتوش قلت لها اوعيك مش حلوين. زعلت كثير زعلت. ليه انا بقول لها تكتب عنها بالاتحاد مقالات يعني تدفعها تكتب عنها بالمنيح؟ يعني كان سبب من اسباب نجاحها في بداياتها؟ لا مش انا السبب، لا هي ناجحه، لكن انا ليه؟ ما هي الصحافه بترفع بني ادمين. اوكي مزبوط، بس انا يعني بحبها كثير يعني، بحبها كمان كأنثى. خلاك هذا الموضوع تغير استراتيجيتك في الحياه؟ يعني عملت كثير منيح مع فنانين وبالاخر كانوا ناكرين للجميل. يقال انه مؤسسه تفانين للعلاقات العامه فشلت، عشان هيك تركتها لزوجتك ميسون اسد هي اللي تديرها، هل هذا صحيح؟ انا بعدني لحد هسه رئيس التحرير وهي مديره التفانين، لانه بيضحكوا علي كل ما بشتغل معن بدل ما يدفعوا لي، فهي اقوى مني بالجباي، فهي مدير العامه، وطبعا هي صحفيه لانه معها كمان بي اي صحافي ومعها بي اي، هاي مع 4 اشياء بتعمل دكتوراه. مش زيك يعني معك الشهاده زي ما بقولوا. مش مشكله الشهادات. طيب انا عن شكسبير معه الشهاده بس بتقارن حالك بشكسبير. طيب فهمت، كاسترو شكسبير. طيب احنا هيك انهينا البرنامج، انا بدي اشكرك كثير. في اي شيء بتتندم عليه بتكشف يعني بدك تتراجع عنه؟ في اي شيء كنت لازم تقوله ما قلتوش؟ مش ممكن كله تمام معك. طيب الفقرة الأخيرة، بما إنك أنت كان في سكوبات كثير وحصريات كثير قلت لنا إياها خلال الحلقة، فأنا واثقة بإنه السكوب الأخير هو اللي راح يهز الدنيا. فأنا راح أطلع من الاستوديو بعد شوي، مش راح تشوفني بالفريم، راح تطلع أنت لحالك على الكاميرا وتقول أنا أسامة مصري على كرسي الاعتراف بعترف بكذا وكذا وكذا. وأنا بشكرك كثير أسامة مصري. ولازم أقول إنه أنا كنت أكتب مجلة تلفزيون أحاديث ليلى الحمراء، كنت بدك تسميها؟ لا يصير مدوني الناس ليلى الحمراء، فسمى لي اياها احاديث سندريلا. بشكرك كثير. شكرا. الفنان أسامة مصري على كرسي الاعتراف. بعترف انه انا كنت اكره ابوي كثير كثير كثير، وابوي مات وما اتصالحتش معه. ومرة وصلت انه رفعت ايدي عليه لانه ضرب اختي. اليوم انا طبعا مش من اليوم، من زمان عرفت انه ابوي مسكين
وأبوي كتير أشياء كان معه حق فيها، وأنا كنت مجرد مراهق، وكنت يعني بعين حالي سافل. بس اليوم أنا كتير بحب أبوي.